يلا يا ماما عشان ناكل يا حبيبتي. لما ابني يجي. طب ماشي يا ماما، مدي ايدك طيب، وحسام زمانه جاي. لا ما يجي هبقى اكل معاه. يا ماما يا حبيبتي طب كلي طيب وهو جاي دلوقتي اهو. لا يا حبيبتي مش هاكل. يا فاطمه قومي نادي البابا بسرعه. يلا طيب بقى كلي وعقبال ما هي تنزيله. مش هعرف اكل لما يجي اكل معاه. بابا ماما بتقول لك يلا عشان ناكل. ماشي يا حبيبتي. بقول لك يا ستك فين؟ تيتا جوه مش راضيه تاكل لما انت تيجي تاكل. ايه ده قاعد على الاكل؟ اه. يا نهار ابيض. ما انا قلت لامك. ماشي بص بقول لك ايه؟ خدي انزلي هاتي لها علبه جبنه. ليه يا بابا ما هتاكل معانا؟ لا هتاكل لوحدها. اسمعي كلام انت هترد عليا. انزلي هاتي علبه جبنه من تحت بسرعه ورغيفين عيش. ماشي. تاكل معانا ازاي؟ ايه يا سونس؟ ايه يا بابا؟ ماما مش عايزه تاكل الا لما انت تيجي. ماشي خد الملاب بتاعك اهو يا ليلى، وده بتاع فاطمه، وده بتاعك يا سندس، وده بتاعي، وده برضه بتاعي. يلا يلا كل. ايه يا حسام ماما ما خدتش؟ لا ما هي ماما مش هتاكل فراخ ليه يعني؟ عشان الدكتور قال لي ما ينفعش تاكل فراخ اليومين دول. ده من امتى يعني؟ انا اللوبيا حلوه قوي يا ماما. انا عارف انت بتحب اللوبيا صح؟ ايوه يا شبعانه حسام. يا حسام. شبعانه ازاي؟ لا لازم تاكلي لا يا يا ماما. حبيبي شبعانه، كنت ده أنا مستنيه بس اشوفك. ده انا كنت حتى بعت فاطمه عشان تجيب لك علبه جبنه عشان عارف انت بتحب الجبنه. ثواني بس يا حسام، من امتى والدكتور مناحه؟ ما هي ماما بتاكل على طول فراخ. يا سندس ماما بتحب اللوبيا. سندس انا كلت يا حبيبتي. يا ماما ثواني بس يا حسام، انت في ايه يا بابا؟ ما هي بتاكل فراخ عادي. قلت لك ماما بتحب ده من اللوبيا. امتى طيب؟ كل يا سندس يلا يلا يا ليلى كل يا يا حبيبي. بنتي عشان اصلي العشاء. ليه يا ماما؟ يا مش ماما. هتاكلي اللوبيا؟ لا يا حبيبي انا واكله الحمد لله. عديني يا وسعي لستك يا ليلى. وسعي يا لها يا حبيبتي. حبيبتي. قومي يا ليلى قومي يا ليلى وسعي لستك. يلا يا حبيبتي. خشي يا ليلى عشان تاكلي يا بابا. خشي يا ليلى. ايه اللي انت عملته ده يا حسام؟ هو الدكتور من امتى وهو مناحه؟ الدكتور مش منحها ولا مش منحها. انا اللي جايب الاكل على قدنا. على قدنا ايه يا حسام؟ ده انت واخد لنفسك وركين. ايه المشكله يا ست؟ مش فلوسي انا حر. يعني ايه فلوسك؟ ما دي امك برضو ما تديها. انت ازاي بتقول كده اصلا؟ بقول لك ايه، ما تصدقنيش، انا عاوز اكل بنفس راضيه. بعت لها اجيب لها جبنه. نفس راضيه ايه دي؟ ما رضتش تحط لامك بقها لما انت تيجي. بقول لك ايه يا سندس، ما تعكريش دماغي ماشي؟ انا مصدع لوحدي. بعد اذنك كلي، مش عاوز زن كتير. يا حسام انت بجد انت بتهزر صح؟ خلاص ما تاكليش يا ماما. سيبيني اكل بقى، سيبيني اكل. ده ايه ده؟ بقى كده يا ابني، بقى انا قاعده من غير اكل مستنياك ناكل سوا، وفي الاخر تحرمني من حته الفرخه وتقول لها هجيب لها جبنه كمان. الله يسامحك يا ابني. انا عملت لك ايه تعمل معايا كده يا حسين؟ انت هتفضلي كده باصه الاكل كتير مش هتاكلي؟ لا انا بص شويه كده وهاكل، بس انا هقوم اشيل المناب بتاع فاطمه عشان ما يبردش. طب والرز هتشيلي رز؟ ما في جوه كتير رز يا حسام عادي يعني. ماشي براحتك اللي انت عاوزاه. ماما اتفضلي يا ماما يا حبيبتي كلي. حبيبتي انا شبعت يا ابني. يا ماما والله حسام بيهزر معاكي، انت عارفه يعني هزار ومش جديد عليكي. عشان خاطري كلي بعد اذنك. انا شبعت يا حبيبتي، مش عايزه اكل خلاص، نفسي اتسدت معلش. يا ماما والله عشان خاطري انا، والله حسام بيهزر، انت عارفه ان ده هزاره بس كده، هو بيتدلع عليكي مش قصده حاجه والله. عشان خاطري يا ماما كلي. انا عارفه يا سندس، بس ماليش نفسي يا بنتي والله، مش عايزه يا حبيبتي معلش طب تعمليش. يا ماما عشان خاطري انا، طب كلي حتى من ايدي، هاكلك انا بنفسي حتى. كفايه يا حبيبتي مش قادره تاني. يا ماما عشان خاطري يا ماما. مش عارفه ابلعها يا حبيبتي معلش يا سندس. يلا يا حبيبتي روحي اقعدي معايا. يعني برضه طلعت حنينه عليا وانا. ايه يا حسام مالك؟ في ايه؟ انت تعبان ولا ايه؟ مش عارف بطني وجعاني قوي، لكن المصريين بتتقطع كده. طب من ايه طيب؟ ايه اللي انت حاسس بيه؟ مش عارف. طب اطلب لك الدكتور؟ لا انا هاخد الواد زي ابن اخويا واروح اكشف في اول الشارع هنا. طيب خلاص ماشي. ايه يا يوسف، حسام عامل ايه؟ طمني. حسام معلق محاليل يا سندس. طب ليه طيب؟ ايه السبب؟ الدكتور منع عنه الفراخ واللحمه وكل اللحوم حتى السمك. استغفر الله العظيم يا رب. انا قلت له قلت له ايه في ايه؟ ده كل اللي حصل له دوت بسبب ان امه غضبت عليه، لان هو منع امه من اكل الفراخ وقال لها ان الدكتور منعك من الفراخ، وهو مفيش الكلام ده اصلا. عمل كل ده عشان امه بس ما تاكلش من الاكل. اكل عفان البطن. للاسف يا يوسف بعد اللي هو عمله مع امه يشاء ربنا ان هو يرد فيه نفس الفصل اللي هو عمله في امه، بس المره دي بجد. وانا مش عارفه اعمل ايه، ما هو كما تدين تدان. انا كل اللي انا اقدر اعمله ان انا اقوم لماما واقعد اعتذر لها ان هي تسامحه، يمكن ربنا يعفي عنه. ربنا يشفيه ان شاء الله.